اكو طفلة بهذا الفيديو مو بس حبيتها، لا، اخذت قلبي بعد. ليش؟ لانه سوت حركة، والحركة كلش جميلة وعفوية. خليكم وياي. السلام عليكم حبايب قلبي. احنا اليوم وين؟ احنا اليوم بمزار العلوية شريفة بنت الحسن عليه السلام. وهنا بداية السوق. من البداية حبيت أصوره. بعض المحلات كانت مغلقة. ليش؟ لأنه أكو محلات من عندهن قيد الإنشاء، يعني بمعنى أدق بعدهن ما انفتحة. هنا بداية السوق، وهذه الأغراض الحلوة. طبعا ما أخفي عليكم، أماكن كلش حلوة، وأكو شيء من التراث مثل هذه اللقطة. هنا أشياء كلش حلوة تلقونها، صور الأئمة والمعجزات اللي مسويتها العلوية شريفة للمرضى، الناس اللي عجزوا انه يشفون على يد الأطباء. لله الحمد والشكر. هنا بديت كملت طريقي، وهنا وصلت وين؟ لابو الكرزات ولابو التراب ولابو الشوكليت ولابو الحب والى اخره. ليش؟ لانه هاي الاشياء لازم تتصور، كلها من الاشياء الحلوة اللي موجودة بكل المناسبات مثل الزيارات والآخره. هنا دخلت هذا السوق المثقفات الجديد. طبعا السوق قيد الإنشاء، تمام. هنا دخلت وقلت خلي أفر لكم شوية الكاميرا على الأغراض اللي موجودة بداخل السوق. وهنا أبو الماسحة قاعد يمسح، قلت له معود لا نوقع. قام يضحك. طلعت قبل، وصلت أبو التفتيش ما فتشني، طلع متابعني وشكرت من عنده، جزاه الله ربي ألف خير. هنا مدخل البوابة للعلوية شريفة عليه السلام. أول ما دخلت حبيت أصور الداخل، شنو اللي موجود وشنو الأشياء المتغيرة. وهنا ناسنا وأهلنا وأبهاتنا كبار السن حبيت أصورهم، لأنه هم الخير وهم البركة. صورتهم بأدائهم للزيارة، وصورتهم بصلاتهم. يعني هذول الناس يعني لهم كل الحب والاحترام والتقدير. ناس كلش أحبهم حقيقة. أنا يعني أعشقهم كبار السن، لأنه ناس يعني ما أعرف حقيقة كلش أحبهم. هنا الشيبة المباركة ربي يحفظه وينطيه طولة العمر إن شاء الله. بعد ما صورت اللقطات البسيطة، صارت أيضا لقطة عفوية. هذا الطفل قاعد يوزع شوكليت، يفوت من يمي مرتين ويطلع يوزع شوكليت. قلت له تعال عمو تعال انطيني أنا شوكليت. يعني أنا واحد خطية، طفل فقير انطاني. وربي ينطيك مرادك إن شاء الله يا حبيبي، ويحفظ لك العائلة. بعد شوية هنا صار الأذان، طبعا أذان الظهر. بعد ما صار أذان الظهر طلعت من داخل العلوية الشريفة. وين؟ برا. طبعا البرا طعم خاص جدا. ليش؟ العوائل اللي جايب أكل واللي فارشة. وهاي هنا وصلت وين؟ هذه قلت راح أرجع أشتريها ونسيتها، اللي هي عصاموسة يسمونها. طلعت كملت الطريق بالطريق، وأيضا راح تصير لقطة من هذا أبو الأسود. شوف ايش راح يسوي. هلو. ربي يحفظ الجميع إن شاء الله. طلعت كل شيء موجود، يعني أغلب الأشياء موجود. طبعا بالنسبة للأسعار يعني مو غالية ولا رخيصة، يعني مناسبة، لأنه الناس أصحاب إيجارات وربي يحفظهم. هنا سوقت حرمل وسوقت شوكليت. ليش؟ لأنه الحرمل تعرفون بعد الأمور الخاصة به شنو. هنا أنا وصلت وين؟ هذا أبو الكرزات. أخذت من عنده، قلت له ممكن أطلب منك طلب؟ قال شنو؟ قلت له بس أريد واحدة من هذه الجوزاية، حبيتها. قال لي وينها؟ قلت له هذه هسه راح أشر لكم عليها. قال لي أكل بالعافية ألف عافية. أخذتها وخليتها بالعلاقة وما أكلتها، بالتالي ما أدري منو أخذها من عندي وأكلها بالبيت. هنا أنا جيت لأبو القراصات حتى أسوق البنوتاتي. أخذت قراصات، واكيد يعني بعض الاشياء اللي يحبنها. طبعا هاي هنا حاجة ربع، وبعض الاشياء ب500، لان تعرفون ارتفاع الدولار. فسوقت وخليت غراضي بالعلاقة وتوكلت على رب العالمين، وكملت طريقي بالسوق. هنا أنا وصلت لهذا التنور الحلو الصغير اللي العالم تذبي النذورة. وايضا كملت، وهاي لقطة كلش حبيتها عفوية مال الحمامات. بعدها كملت طريقي وانتهت الزيارة. ويا ربي إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو القصير، ولا تنسون المتابعة والاشتراك، وأهم شيء التعليق، لأن أريد